wadaada waxaydan waagi qarnigii labaadba waa mas'ala muhiim jiddan ya waxay yiraahdeen ninka khaliifka amiirka muslimiinta ah haduu munkar iyo jawr iyo dulmi ku dhaco laguma inkiri kara calana wajahran gacana loolama tagi karo caamada muslimiinta ayagu haday munkar sameeyaan waa la tagyirin bil lisan wa bil qalbi wa bil yad laakin bidun silah waa laga qaban haduu laakiin iswala seef iyo ul midna lagu dayn maayo ama amiirku asagu in hoos afka loogu dhuban mooyeen lama naqdin kara yiraahdeen qadiyada fasaadki ka dhashay waxa cabirahaya al-imam Abu Bakr al-Jassas warkiisa dhageyso wuxuu lam yadfa ahad min ulama al-umma wa idha anfa'isa qadiyadan ayada lam yadfa ahad min ulama al-ummah wa fuqaha'iha salafihim wa khalafihim wujub dhalika wujub al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar bujeda illa qawm min al-hash wa juhal ashab al-hadith qoliya aan macna lahayn iyo qoliya ashab al-hadith ahlu riwaya juhalun fiqh lahayn oo kuwa imtimay ka ala ali jami' al-masail gawri ashab al-hadith dan ahlu khair ma ahlu la soco imtimay qoliya doqomo dabaala ku jira buu qoliya waxay warinayaan aan fahansaneen xarka iska wata jira buu marka la amaanay ashab al-hadith muclamkoodii culimadooda loo jeedaa buu iyo muqallidka khayrka iska wata laakiin kuwa ayagu ummadaba la gooyay baa jira buu kuwaas iska ogow waa kuwa ka cala wadaadka buuxa ay Jassas وحول وجهال أصحاب الحديث محاجرة فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وفتنة يدهن بودو ضائفة باغية هذي بحضو ورا نسكا دعينو ورا نسكا قبانو انت يسنقوريها ناقص وضادن ومدن أيسان بابين فتنة قوريها قال يدهن فرلا دقاتين وقتال الباغية مع ما قد سمعوا فيه من قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره وزعموا جهال أصحاب الحديث والحشو وحي الشيء حشو وقليها معاها ماشى لسكاقو عباية دبك التوركة طبعا قليها سوء جيدة وحولوا وزعموا مع ذلك أن السلطان وإحنا بابا شيء لا ينكر وعقيدة وحاوي رئيس سعودي جديد محمد أمان جامع بالله بكدم اللي وقفه بي أن السلطان لا ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله وإنما ينكر على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سلاح وحولي فصاروا وحين نقضوا وذا دهس شرا على الأمة من أعدائها قاضي القضاة الحنفي وحولي فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لها عدو قال ذا إسهينيبا wadaadahana ka daray buuri qadac dur la iskama dhicin karo amiir dulmi lagama qaban karo fi abaaqiya lama weerar karo afkun aan ka hadalno maxay soo yiraahdeen waxay soo haduu amiirkii iyo khaliifkii sultaankii jihadka ka fariisto oo icdaadkii isdaad gali waayo anagu aan waanina farqaajin mayno hawshaasi wad faanteen bay la tahay maxaa jira maxay shar u noqdeen li'annahum aq'adu an-nas an qital al-fi'at al-baghiya wa 'an al-inkar 'ala sultan al-dhulm wal-jawra حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار بين المجوس وأعداء الإسلام حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثانوية والخرمية والمزدكية والذي جلب ذلك كله وحاصوا اسمين بابان أولا يسقبصدوا ودونك زنادق منافقين قال أي قبصدان وحاكيني والذي جلب ذلك كله عليهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على سلطان الجائر والله المستعان بول إمامك وحوليه هذه الطائفة شر على اليهود والنصارى شر من اليهود والنصارى على الأمة الإسلام من الزنادقة والمجوس مزدكية خرمي وبابك الخرمي إن كان زوجة نحن وقال لا دلو أيها كدر دراشها مطلق معها ونسبي ووجد دنك أمض إن جاتك لقى فريسي ومحوها إلى لهره ولقود روح كستل دقائق ليلة واجد دمر قال يصوب بعصته دنكاس اوغد ما قالوا وي مال ودادك فسادكو كهليه شريده وا شيء نسبي ويقول ايضا ولا عمري انها مقالة ادت الى غلبة الفساق على امور المسلمين واستيلائهم على بلدانهم حتى تحكموا فحكموا فيها بغير حكم الله وقد جر ذلك ذهاب الثغور وغلبة العدو حتى حين ركن الناس الى هذه المقالة والله المستعان